السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في الغاية. احلى واجدع مسا عليكم يا رجالة. طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر. اعداء علينا وعليكم الله الخير واليمن والبركات. طيب النهارده موضوعنا يا رجالة عن الحمام الدشار، وعايزين الناس اللي بتتابعنا تبص كده على فرد الحمام ده. لو الناس افتكرت فرد الحمام دوت، واللي مش فاكره يخش على الفيديو بتاع رمية السيدة عيشة. كنا ضاربين الهند الاسود ده في الرمية، هو والمرقع. طبعا المرقع كان كبير في السن، بعناه وخلينا الهندي ده، لان فرد الحمام ده جامد جامد جدا. هوريكم كذا فرد. ادينا لايك، ادينا التعليق جميل، واقول لك كم معلومه. اقسم بالله في ناس كتير تعرف المعلومات دي وما ترضى تقولها، وفي ناس ما تعرف عن المعلومات دي اي حاجه. طيب فرد الحمام ده لما انا مسكته كان في عز النش وفي عز التماسي، وصاحبه جابه رماه، فانا خرطته قصيته وسبته في الارضيه لحد بقى ما نخلص الرمي والكلام دوت. فجينا طبعا قلنا ايه، في شهر رمضان مش هينفع ان الحمام يطلع العرق ممشط عشان الصواريخ، فاي حد هيفرقع صاروخ هي قوم الحمامتين والكلام ده. طيب فرد الحمام ده انا مش هكذب عليك، فرد الحمام ده لو في السوق انا مش هجري اقلبه. انا مش هروح على فرد الحمام ده اقلبه في السوق، يعني مش هروح اقول لك وريني فرد الحمام ده واقول عليه بلدي واقول عليه شكله وحش وهقول. انما فرد الحمام ده لما انا مسكته وشفت قد ايه جموديته وعطارته واتضرب، انت فاهمني. بس هو فرد حمام جامد، فكان قلت اخليه هو شكله ظريف شويه، مش اللي هو يعني ابو 1000 جنيه زي ما قلت في الكلام. بس لما يبقى طاير عند واحد في بابه في غيته وبيروح ياخد ويخرج ويجي ويترمي من هنا ومن هنا، وفرد حمام في الاول والاخر شامي، هيبقى فرد حمام جامد. طيب فرد الحمام ده احنا عملنا معاه ايه؟ خرطناه ونسناه، نضفنا على ريشه ومشط وسيبته على جوع، وبرضه وعايز يمشي واديته انتايه وكل الكلام ده. ودي سايب، وانا هوريكم الحمام دلوقتي وهنفتح له. ده اول فرد، ركز معايا اهو. انا هفتح له دلوقتي وهطيره. طيب طبعا انا بما ان انا ما بطلعش الغيه كتير في رمضان والناس كلها عارفه والفيديوهات قليله، وطبعا في حمام كتير مات من الغيه. يعني في ناس يعني الله يبارك لها سمت الحمام والحمام مات، فطبعا في نيتي بقت فاضيه وذكوره. المهم الدكر ابن الناس ده، الدكر ده يا رجاله جه حط على الغيه وحبس وانا مش موجود. حط على الغيه وحبس وانا مش موجود. فالحمام اهوت لابس دبله سودا مكتوب عليها ايجيبت رقم 13 اهو. مسكناه، ما مسكناهوش بقى، هو قاعد في الغيه استوطن فيها، خد النتايه، خد نتايه كده لوحده. قعد بتاع يومين ما نطلعش الغيه. عيل كان بيطلع يحط لهم ميه وكده، الله اعلم بقى قعد قد ايه. هو حبس بقاله يوم بقاله يومين. المهم انا طلعت، لا انا ما امسكش حمام في رمضان عشان ما نضيعش صيامنا. ففتحت له الشبكه، بيطير ويلف وبيحط على الغيه. ده فرد حمام ضريب. في ناس كتير تخاف تنش فرد حمام زي كده، في ناس تقول لك لا ده بالنسبه لي انا ما اكلوش. في ناس تخاف تنش عشان ما يروحش منها. لولا تعدد الاذواق لبارت السلع، يعني لو الناس كلها هتنش وزار ما كناش هنلاقي في الاسواق حمام وزار، كنا هنلاقي جريزلات. ولو الناس كلها بتنش جريزلات وجمعيات كنت هتلاقي. التنوع حلو، يعني التنوع حلو. وانا حمام اهو خد نتايه وسايب عليها. طيب واحد يقول لي ده فرد حمام ضريب وخايب، ما انا معاك وكل حاجه، انا ما دفعتش فيه حاجه، ده قاعد مش بتاعي اساسا، ما يشغلنيش. راح لصاحبه رزقه وفطار وحط، دينا اكرمناه واكلناه وشربناه وعملنا معاه فوق الصح وسايب. قعد ضاع. ولو قعد هيبتدي ان احنا نسخنه ونجرده في وسط الحمام عشان لازم يترمي وياخد ويخلص نفسه ويخرج. وبرضه هنوريه لكم. بس ده برضه فرد الحمام دوت حنين. يعني ايه حنين؟ يعني مش زي الهندي، مش فرد حمام شقي زي الهندي عايز يشرخ ويجري، لا ده مع الحمامتين فاهمني، وبيحط بيقوم حاطط. كل ده انا هوريه لكم دلوقتي واحنا بننش. طيب ايه هما الحمامتين التانيين اللي ناقصين يا عم محمد؟ احمر شقلباز كان طاير عندي وانا بعته. احمر شقلباز كان طاير عندي وانا بعته لحد، ولما رحت سالته عليه قال لي لا ده انا بعته لحد تاني. المهم ده رد لي،
الشلباز الاحمر ده رد لي طبعا، رد من غير كنت انا بايعه مقص، كان معاه انتايه، فهو رجع من ساعه ما رجع ما خدش نيتي، محطوط في بابه دلوقتي، بيقوم بيخبط وعايز يمشي يرجع لصاحبه. فده من ضمن الحاجات اللي انا بقول لك، طالما فرد الحمام اتلقى في غيه لو سابها يروح لها. وهوريكم برضو الشلباز الاحمر بيعمل ايه. انا بحاول ان انا اقرص عليهم في الاكل، علشان خاطر انا بحاول اقرص عليه في الاكل علشان خاطر فرد الحمام يا رجاله فايه ما يروحش مني، يعني الشهامه ما تاخدوش ويروح. اهو الشلباز الاحمر ده ابو طرطور ده، وانا حمام مكنه لعب وكل حاجه ورادد لي، بس بيركب العالي دلوقتي وعايز يمشي. طيب نيجي للاخر، اخر فرد حمام. طبعا ده اقول لنا التيشيرت فرد الحمام ده. فرد الحمام ده طاير يا رجاله في منيل شيحه، صاحبه بطل حمام، حمام جامد، صاحبه بطل حمام، جه واحد حبيبنا راح جايبهم لنا 3 دكوره، يمكن انا وريتهم لكم وانا بدشركم فيهم 2 ما نفعوش. وده يعني كان بيبتدي ان هو ايه ياخد لفه ويحط، ياخد لفه ويحط، فاهمني. صبرت عليه على قد ما صبرت، ما اديتوش نيتشي، كل شرب ملا صحته، رد صحته، هوبا ابتدى ان هو يحسس ويروح. اهو ده الفرد اللي بنتكلم عليه ان احنا بننشه على باب، لما بيتفتح له بالنهار بيعمل ايه؟ بيشك وبيبقى عايز يروح. وانا هوريكم هقول لكم احنا بنعمل ايه وعملنا مع ده ايه وعملنا مع ده ايه. يعني انا طالع دلوقتي بكلمك وانا يعتبر ابتديت مع الحمام ده العلاج، مش طالع اكلمك واقول لك اديني العلاج، لا انا ليا طريقه انا بعالج بها المواضيع عندي في الغيه، ليا طريقه انا بعالج بيها وناجحه معايا وماشيه معايا و100 فل و14. بس برضو في حاجات بتعرقل المواضيع دي. يعني انا دلوقتي يا رجاله هنفتح بس الشبكه، طبعا انا دلوقتي يا رجاله، طبعا الواحد اتعور، صعوبه اتعورت. طبعا انا دلوقتي فتحت للحمام، فتحت للحمام. لازما بقى يا رجاله بصوا الحمام اهو، ابتدت ان الحمامه اهيت بتلم نفسها اهي، والحمامه دايره. بصوا بقى يا رجاله ايه اللي بيركب العالي من الحمام؟ الشقلباز الاحمر، الشقلباز الاحمر اللي هو رادد لي، اللي هو ممكن في اي وقت وفي اي لحظه ان هو يمشي. تمام، انا هصورهم لكم برضه هم بيحطوا، اوريكم الحمام. ادي بصوا الاسترالي حاطه اهو، ده الاسترالي اللي لابس دبله سودا اهو، ده اللي واقف قدامكم. زي ما انا قلت لكم في الفيديو، هو بيطير ويحط عادي خالص، مفيش اي ادنى مشكله بالنسبه له. هنقعد بس كده يا رجاله الناحيه دي عشان برضو الحمامه ايه تحط براحتها. تخيل بقى لما يبقى شقلباز. انتوا شايفين الاصفر برضو راكب الحمامتين اهو، اهو هو اللي راكب الحمام ده الاسترالي المسفر ده اهو اهو. والهندي زي ما انتوا شايفين برضو يا رجاله ضاير وكل حاجه. طيب تمام يا عم الحاج،
تمام. ايه بقى اللي احنا عملناه؟ اقول لك انا بقى اللي احنا عملناه، اللي هي غلطة اللي بيقولوا عليها الريس اللي فيها المركبة اللي فيها ريسين تغرق. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا النهارده لما باجي اطلع غيتي وبكلف فرد حمام، انا عارف انا بحط له كلفه قد ايه. ان طلع اخويا، ان طلع ابويا، ان طلع صاحبي، ان طلع ابن خالتي، ان طلع ابن عمتي، حط كلفه وانا مش موجود وجيت فتحت للحمامتين، الحمامتين بتبتدي ترجع لهم الذاكره بتاعتهم، تبتدي ان انا خلاص فولته. فاهمني؟ لو طلع فتح له مثلا الصبح بدري، فتح له الصبح بدري، بيبتدي فرد الحمام يفتكر ايام ما كان بيتجرد الصبح وبيسيب الصبح، بص تلاقي فرد الحمام الذاكره بترجع له. انما انا دوري دلوقتي ان انا امحله الذاكره. قفلت عليه من غير اكل، دوقته، اديته انتايه، سبته طار وحط. مهما الناس تفرقع صواريخ، مهما الناس تفرقع بوم، فرد الحمام مش هيروح في حته. انت لي حد الصبح النهارده وكلف الحمام دوت وانا جيت فتحت لهم، هيقوموا ماشيين، هيقوموا ماشيين. انما انا دلوقتي سبته طار وحط، انا هديته، خدت طاقته، خدت قوته، خدت الباور اللي فيه، هرمي له شويه ذره، هيحبس، هقفل عليه، هيسيب تحت الشبكه، هيبقى 100 100. اثبت فرد الحمام على قد ما اقدر اثبته. انا قلت لكم ان نشي فرد الحمام سهل، التثبيت بتاعه صعب. ان هو يطير ويحط ده سهل، بس هفتح له هيمشي. والايام دي ايام مشيان، الايام دي ايام مشيان، ايام ما الحمامه بتقول يلا بينا هوب وبتمشي. فانا لازما اعقل على الحمامتين واتقل على الحمامتين واقرص عليهم في الكلفه، اقرص عليهم في الكلفه، الحمامه مش هتقدر تطير. ده اللي انا عايزه، انا عايز احفظه على قد ما اقدر. اديله انت تصيعه، تنزله تحت الطبليه، تخليه يروح يحدق على البيت هنا وتجيبه. انا جايب دكر كبير، جايب دكر كبير. نش الدكر خلي بالكم يا رجاله، على قد ما هو سهل على قد ما هو بيجيب العار. الدكر كده كده مش ابن الغيه، بتفوت عليه الايام، بتدور عليه الايام، بيتضرب. لو رحت جبت 50 دكر ولا 60 دكر مستحيل تعرف ترمي ال 50 60 دكر. وحتى ان جمدت منهم حمام هيتضرب منهم حمام. فانت خليك ناصح، خليك غاوي، اتقل على الحمامتين. ادي الهند اللي كان صاحبه بيقول ما حدش يعرف يسيبه، اهو واقف على العرق اهو يا رجاله، واقف على العرق. يعني هو الصراحه فرد حمام جامد، انا مش هكذب، هو فرد حمام جامد. بس برضو كل يعني فرد الحمام مش هيطلع انصح من الغاوي. لازم الغاوي يبقى ناصح ويعرف يلعب على فرد الحمام باي طريقه بنتايه. بص كل شيخ وله طريقه، وغايه الحمام لها 50 اسلوب ولها 50 طريقه، كل شيخ وله طريقه. طبعا حابب في نهايه الفيديو اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون ربنا يعني تقبل منكم الصيام في رمضان والصلاه وقرايه القران، وان شاء الله يكون عيد سعيد عليكم وعلى الامه الاسلاميه كلها.